انا مفشوخ في الشغل. انا مش مفشوخ يعني، بس لو انت مفشوخ اسمع الكلمتين دول. مبدئيا انت بتشتغل ليه؟ الواحد بيشتغل ليه؟ الواحد بيشتغل عشان يوفر لنفسه فلوس يعرف يعيش، مش بيعيش عشان يشتغل. دي اول نقطة. تاني نقطة، المفروض لو انت بتشتغل فانت بتشتغل ال8 ساعات بضمير عشان ربنا اللي انت بتاخد عليهم فلوس، وبتشتغل لنفسك مش للشركة. بتشتغل لنفسك عشان تبقى تاخد بوزيشن اقوى في الشركة، تبقى في مكان احسن. بتشتغل لنفسك عشان تروح شركة تانية. بتشتغل لنفسك عشان لو عايز تبدأ انت بيزنس. في ناس ما تبقاش عايزة تبدأ بيزنس، مش لازم كل الناس تعمل بيزنس يعني. في واحد عادي مبسوط ان هو بيشتغل، بيصعد في السلم الوظيفي، بياخد فلوسه، بيخلص شغل في وقت معين، مبالانس حياته، بيروح لعياله ومراته بتاع. تمام زي الفل، مفيش اي مشكله، فكك من ترندز البيزنس والكلام ده. بس ما تبقاش مفشوخ في الشغل وحاسس بقى ان انا بدي كل حاجه ومش عارف ايه، بس الدنيا بايظه معايا، مظلوم في الشغل، الدنيا بايظه معايا في حاجات تانية في حياتي، وتقعد ترميها بقى، ده انا حظي وحش، طب ليه بيحصل لي كده؟ ما توصلش للمرحله دي. لو انت في مرحله اللي هو ده انا بيحصل لي حاجه وحشه عشان عملت حاجه وحشه، ده أنا اول ما بيحصل لي طق بنزل الاقي مش عارف العربيه حصل لها ايه، بنزل الاقي مش عارف بيحصل ايه في فلوسي، في الاسهم بتاعتي، في ده انا عشان عملت كذا، ده انا عشان عملت كذا. فتبقى حلو ان انت واخد بالك ان انت ربنا بس بيحذرك، ودي من رحمه ربنا علينا يعني. مش هيبقى حلو لو انت في مرحله اللي هو انا ليه بيحصل لي كده، ده انا حظي وحش، انا ليه بيحصل لي كده، ده انا الناس بصالي، انا ليه بيحصل لي ده انت مش مفكر اصلا ان انت ربنا بينذرك عشان انت بتعمل حاجات مش لذيذه. فيعني دعوة للتفكر كده، واللي هو ايه، الصلاة تاخد دقيقتين ثلاثة الواحدة، يعني هتاخد ال5 صلوات اللي هم ما فيش أي سنة ولا 5 فروض بس المفروض تكون بتعملهم لو أنت مسلم. أنت مسلم مش عارف، أنت بقى اسأل نفسك يعني. هياخدوا من 12 ل 15 دقيقة من ال 24 ساعة بتوع اليوم، حاجة اللي هو يعني اخصمهم من وقت التيك توك بتاعك. أنا آسف يعني، عارف إن هي طلب ممكن يكون صعب شوية، بس حاول تعالى على نفسك كده وابدأ واحدة واحدة، مفيش مشكلة. لو مش بتصوم ابقى صوم، لو مش عارف ايه، لو بتعمل ايه غلط ابتدي قلله بالتدريج. قليل دائم خير من كثير منقطع، فاهم؟ بالراحة بس بكونسيستنسي، وصباح الفل يعني.